كيف يتمكن العلماء وعلماء الآثار من دراسة الظواهر أو حل المشكلات؟ لابد أولا من جمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك اعتمادها لجمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. يمكن جمع البيانات من مصادر مختلفة. هذه المصادر قد تكون كتب، مقالات، استطلاعات رأي، سجلات، تقارير، تجارب. أهم من كل ذلك أن تتأكد من صحة المعلومات التي تجمعها ودقتها. احرص دائما على استخدام مصادر موثوقة. تحليل البيانات: عليك مراجعة البيانات التي جمعتها بعد أن تنتهي من تحليلها ثم شرح معانيها. يمكنك استخدام البيانات لتستكشف ما حدث في الماضي ولماذا، وما قد يحدث في المستقبل، وما يجب فعله في هذا الخصوص. ما البيانات الأكثر شيوعا؟ قد تجمع كما هائلا من البيانات، لذلك من الأفضل أن تستخرج منها الأنماط المتكررة لتتمكن من تحليلها. كما تستطيع البحث عن جوانب محددة لهذه البيانات لكي تفهمها بشكل أفضل، ثم تفسر ما وجدت فيها من معان بهدف تنظيم البيانات في رسم بياني. الرسم البياني: عندما تنتهي من تحليل المعلومات التي تم التوصل إليها تصبح جاهزة للتعبير عنها في رسم بياني. الرسم البياني الأكثر شيوعا هو رسم البياني العمودي، الذي يعرض فئات مختلفة من المعلومات ويقارن بينها بوضوح. يمكن رسم الرسوم البيانية على ورق أو إنجازها باستخدام برنامج جدول البيانات إكسل. مثلا سألت نسمة 14 زميل من زملائها في الفصل عن أجهزتهم المفضلة، وذلك هي المعلومات التي حل